معرفش ليه اول يوم جامعة واخد اهتمام كبير بالشكل ده، وبالذات سنة اولى بيبقى بالنسبة لهم ان اليوم ده ما ينفعش يبقى فيهم ولا غلطة، عشان يعني محدش يتريق عليهم او عشان محدش يحس ان هو سنة اولى على اساس يعني ان سنة اولى دي عيب او حاجة عيب يعني. كمان بيبقوا خايفين يسألوا اي حد على مكان المدرج او يسألوا اي حد عموما، او بيتكسفوا، معرفش بيبقى خوف ولا كسوف ان حد يتريق عليهم لو سألوا او يكتشف ان هو سنة اولى يعني. ومعرفش ليه برضو الحقيقة بقى ان اول يوم جامعة ده اصلا اللي اغلبكم عامل له حساب وخايف منه، هو الحقيقة يوم ملهوش اي لازمة بجد والله، حرفيا يوم ملهوش لازمة. وخوفك ان حد يتريق عليك ده ملهوش اي لازمة، لان ببساطة كده محدش نازل من بيته عشان يتريق على الناس. محدش هيقولك انت لابس كده ليه، محدش هيقول ده واقف بيتصور ليه، محدش هيجي يقولك ايه ده انت سنة اولى. حرفيا السوشيال ميديا بتوصل حاجات ما بتحصلش في الواقع خالص. كل اللي بتشوفوه والكوميكس اللي بتشوفوها على السوشيال ميديا دي ما بتحصلش في الجامعة. البس اللبس اللي انت عايز تلبسه اول يوم جامعة، اتصور براحتك، اعمل كل اللي انت عايزه، خليك على طبيعتك وما يهمكش رأي الناس او اللي بيبصلك ازاي. اصلا محدش فايق لحد، كلنا جايين من اخر الدنيا وكلنا جايين مش طايقين نفسنا وعايزين نخلص اليوم ونروح بيتنا. وفي اللي عنده شغل بعد الجامعة وعايز يخلص يروح الشغل، يعني محدش جاي عشان يلا انا جاي اتريق على الناس النهاردة. يعني مش هتلاقي حد جاي من بيته عشان يتريق عليك، ولو وقفت حد سألته على حاجة هتلاقيه بيرد عليك عادي جدا، مش هيقولك انت سنة اولى، ولا هيقعد يتريق عليك، ولا هيقعد يعمل معاك حوار. لا، هيقولك يا مش عارف يا هيقولك المكان فين بس، انما مش هيتريق عليك عشان انت جيت سألته المكان فين. انا شخصيا لحد دلوقتي بتوه في مدرجات بتبقى بعيدة شوية، لحد الان انا بنسى مكانها وانا رايحة بسأل هي فين. فمفيش حاجة بقى اسمها انت سنة اولى وانا سنة تالتة ولا رابعة، يعني مفيش كده اصلا. احنا كلنا جايين على الله، كلنا جايين مش طايقين نفسنا. جاي عشان يتسلى، هو جاي عشان يقعد مع صحابه وياكل اندوتش ولا ايا كان، مثلا الجامعة اللي انت فيها الكافيتيريا بتاعتها ايه، جاي عشان ياكل عموما سندوتش الشاورما ولا البطاطس ويروح. يعني محدش جاي عشان يتريق على الناس، اللي جاي يتسلى عموما بيبقى جاي يقضي وقت مع صحابه. منكرش طبعا ان في ناس بتقعد تعلق لو لاحظت حاجة مختلفة في حد، وممكن تتريق عليه من تحت لتحت، بس ما عندهمش الجراءة ان هم يجوا كده في وشه ويتريقوا عليه في وشه كده يعني، او يتكلموا عنه في وشه. يعني ممكن يتكلموا مع بعض اصلا وانت ما تحسش ان حد اتكلم عليك، وطبعا دي حاجة هم اللي هيتحاسبوا عليها مش انت يعني. فمن فضلكم ما تبقوش فيك عشان الناس، واصلا اول يوم ده ملهوش لازمة. حابب تيجي تعالى، حابب ما تجيش براحتك. كده كده اول يوم ده ما حدش بياخد فيه محاضرات، ما بيحصلش فيه اي حاجة جديدة. اولى استمتعوا باول يوم، اتصوروا براحتكم، كل واحد حر. اللي هيبص عليك وهيضحك عليك لو شافك وانت بتتصور مثلا، ايه المشكلة؟ واحد عنده نقص، واحد مريض نفسيا يعني، ما مش بيحب يتصور، انت شخص بتحب تتصور، عايز تتصور، ايه المشكلة؟ ليه اصلا انت تبقى معقد نفسك انك خايف تتصور عشان محدش يبص عليك ويضحك؟ طز فيه والله بجد يعني. وبعدين ترجع تتضايق انك مالكش اي ذكريات في الجامعة، مالكش صور في الجامعة لما تيجي تتخرج بقى. طب ما انت عشان عملت حساب للناس، فما تعملش حساب لحد وفكك منهم. واصلا اللي بيبص وبيضحك دول بيبقى واحد من كل 10، وهو نفسه لو جه فرصة ان هو هيقف ويتصور يعني مع صحابه او كده، او هيقف يصور حد، فهيعمل كده برضه. فعامة انك اصلا تركز مع البني ادمين او تركز مع الناس او تعمل ليهم حساب، فيعني ده قمة العبث. انا اول يوم جامعة كنت على طبيعتي جدا، وكنت بتعامل عادي يعني زي اي يوم بروح فيه اي مكان. وكنت شايف ان الناس كلها هناك بتتعامل طبيعي، يعني مفيش حاجة مختلفة. معرفش ليه انتوا عاملين اليوم ده اختلاف واخد صيح كبير قوي يعني. كنت بسأل عادي اي حد على مكان المدرج لحد ما عرفت اوصل له، وكان في ناس اصلا بتسألني من سنة اولى وهم دفعتي، كانوا بيفكروني ان انا اكبر منهم يعني. فعادي كله هناك عادي، فاهمين؟ هي دي الفكرة اللي عايز اوصلها. فما فيش حاجة بقى من اللي بتسمعوها على السوشيال ميديا دي بتحصل خالص، كل دي كوميكس عشان تلم شوية ريتش.
مفيش حاجة منها بتحصل في الواقع. مش رايحين نازلين فرح وهنقعد بقى ننام مع الناس ونتكلم عليهم زي عواجيز الفرح. احنا داخلين جامعة، وصدقوني كل دفعة بتبقى انضج من اللي قبلها، ويعني وعقليتك وتفكيرك ممكن يبقى انضج من واحد في سنة رابعة كلية. يعني عايز اقول لكم ان انتوا الدفعة بتاعتكم برضو فيها ناس يعني تفكيرها ما شاء الله احسن بكتير من تفكير الدفعة اللي فاتت، وفي ناس فيكم عندها نضج اكتر، وفي ناس يعني مرت بتجارب اكتر. فشخصيتك هي اللي بتحدد نضجك، مش مين اكبر من مين، ولا انت سنة اولى وخايف حد يتريق عليك من سنة تانية او تالتة او رابعة ايا كان. لا يعني كلنا واحد، كلنا فئة واحدة اللي هي فئة الشباب، وكل واحد بيبقى ليه دماغه وطريقة تفكيره. فاللي بيميزك شخصيتك وطريقة تفكيرك، مش سنك او انت في المرحلة الكام. فاستمتعوا باول يوم يا شباب زيه زي اخر يوم، وبس كده. اي حاجة تتقالك غير كده عن اول يوم ما تصدقهاش. في ناس منكم راحت النهاردة اللي هو السبت الجامعة، يا ريت تكتبوا لي حصل لكم ايه في الكومنتات، ايه اللي حصل لكم في الجامعة، اكتبوا تحت الفيديو. وطبعا في ناس لسه هتروح بكرة اللي هو الحد. الناس اللي رايحة بكرة لو حابة تروح، مش حابة ما تروحش برضو عادي. اصلا اول يوم في الجامعة ما بيبقاش فيه محاضرات، او يعني ما بيبقاش فيه التزامات. هو عامة اول اسبوع في كل الجامعات بيبقى اللي هو تعارف على المواد والدكاترة. لسه ما بتبقاش الدنيا فيها شغل قوي. شكرا لو كملتوا الفيديو للاخر، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة.